السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من جديد نلتقي. أرجو من المتابعين أن يحاولوا يساعدوني ويجيبوا متابعين تاني يشتركوا معي في القناة، وأرجو من أي حد يشوف الفيديو يعمل لي متابعة ويدوس لي لايك، رجاء يعني يكبروا بخاطري واعملوا كده. يا جماعة، احنا في النهاية وفي البداية احنا شعب واحد، بلد واحدة، فكل فرق مصر من مصر، ومشجعيها من أبناء مصر، وعارفين دايما ان على القمة النادي الأهلي، ويليه بالترتيب النادي الزمالك. فمثلا الاتحاد المصري، الإسماعيلي، الفرق اللي هي بنقول عليها فرق جماهيرية. يا جماعة بجد والله احنا أهلاوية جدا وبنحب الأهلي جدا، والأهلي هو سر سعادتنا بجد، هو اللي بيدخل الفرحة في قلوبنا. بس احنا كأهلاوية يصعب علينا جدا 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 ان ما نلاقيش منافس. الزمالك هو المنافس التقليدي اللي بيحاول يعني ينافسنا. فرجاء، كل الرجاء، انقذوا نادي الزمالك. الاسماعيلي ضاع وزاد الطين بلة ان وقفوا عليه القيد بسبب برضه نادي الزمالك، بسبب نادي الزمالك. المهم، عايزين ننقذ نادي الزمالك. الراجل ده ما تقولوش فيريرا يمشي، اللعيبه اللي يمشي الاخ اللي هو ماسك النادي ده مشوه هو. النادي اقسم برب العز النادي هيصلح حاله. النادي مش هيتصلح حاله الا لما يمشي الراجل ذو لسان السليط، اللي ما شافش ربايه ولا تربى ولا يعرف يعني ايه ادب ولا احترام ولا عادات ولا تقاليد، انسان ما يعرفش حاجه عن الاخلاق. الراجل ده اقسم بالله المصايب اللي بتصب على نادي الزمالك بسببه ربنا سبحانه وتعالى جعل السيئات اللي بيعملها في الناس ترد على النادي. هو السبب، هو لم مش هيمشي، هيفضل النادي كده وهيزداد سوء. مرتضى يمشي، عشان لو مرتضى ما مشيش هيفضل النادي هكذا. واحنا صعبان علينا نادي الزمالك بجد، يعني بيضيع. المشكلة مش مشكلة مدرب، راجل زي الخطيب، الانسان الخلوق اللي على خلق كريم، اللي عمره ما لسانه طلع عيبة، بيتغلط فيه كل يوم ويسب هو ويسيب وكل الدنيا بتتسب من لسانه الزفر. عمر الراجل الخطيب ده ما جاب سيرة حد بسوء. اللي بيحصل في الزمالك ده ذنب الخطيب وذنب كل واحد بيتشتم من الإنسان ده. انقذوا نادي الزمالك. مرتضى يمشي.